اهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من تك الزرار. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة مهمة في الفوتوشوب وهي اللايرز. ايه هي اللايرز؟ ازاي بتشتغل؟ تعالوا هنعرف مع بعض ده في حلقة النهاردة. يلا بينا. طيب في البداية كده خليني اقول لك ايه هي اللايرز وازاي بتشتغل. اللايرز ببساطة هي عبارة عن طبقات، يعني كأن أنا عندي مجموعة من الورق وبحطه طبقات فوق بعض. طيب ايه هي اللايرز او بتتقسم لايه؟ اللايرز زي ما احنا قلنا هي طبقات، وعندي اكتر من نوع ليها. عندي التكست لاير، عندي البيزك لاير، عندي الادجستمنت لاير، عندي انواع كتير. طيب اللي احنا هنتكلم عنه النهارده اللي هو البيزك لاير. ايه هو البيزك لاير؟ البيزك لاير هو طبقة شفافة مفيش فيها اي بيانات. بمعنى انا لو جيت عملت طبقة جديدة دلوقتي وانا شغال على الصورة اللي انا شايفها قدامي دي، مش هتعمل اي تأثير عليها او مش هيبان اي فرق فيها. تعالوا كده نشوف مع بعض. احنا علشان نعمل لاير جديد عندي طريقتين، يا اما هاجي ادوس على علامة الزائد اللي تحت دي وهروح اعمل نيو لاير. زي ما انتم شايفين ان اللاير اللي عملته جديد ما عملش اي تأثير تحته، ما فرقش حتى مع الصورة اللي موجودة. ليه؟ زي ما قلنا هو الطبيعي بتاعه ان اللاير ده شفاف او فاضي بمعنى اصح. ايه الطريقة التانية اللي اقدر اعمل بيها لاير؟ تعالوا كده هنشوفها مع بعض. هاجي هنا على التاب بتاع لاير، هروح دايس كده على نيو وهروح ضاغط لاير. هسمي اللاير زي ما انا عايز. في ناس بتحب تسمي اللاير، في ناس لا بتسيبها بترتيب الارقام، ولكن انا بفضل ان انت تحط لللاير بتاعك اسم علشان تبقى عارف شغال في ايه. طيب دلوقتي احنا عندنا اللاير. ايه هي اهمية اللاير؟ تعالوا هنشوفها مع بعض. انا مثلا لو جيت عايز اعمل هنا مثلا دايرة كأنها مثلا شمس، ورحت دايس كده، تمام، بس لقيت شكلها مش عاجبني او عايز اغير لونها. طيب انا لما حطيتها كده على الصورة على طول هي بقت خلاص جزء من الصورة، فلو جيت امسحها او جيت اعدل فيها انا هعدل في الصورة كلها. يعني انا مثلا لو جبت كده الاريزر تول وجيت بدأت امسح، واخد بالك انا بمسح في الصورة كلها خلاص لان هما بقى جزء من بعض. وهنا بقى بتبان اهمية اللاير. زي ما انت شايف انا هاجي هروح اعمل لاير جديد بالمنظر ده، وهاجي هروح عامل الدايرة او الشمس اللي انا عايز اعملها بالمنظر ده. طيب هي ما عجبتنيش، هعمل ايه؟ هاجي ببساطة هروح جاي واقف على اللاير كده وهدوس ديليت. هو ما اثرش على الصورة اللي تحت عندي، او بمعنى اصح احنا بنقول نون ديستركتيف، يعني هو ما عملش تخريب في الصورة، ما بوظش اصل الصورة. علشان كده دايما لما تيجي تعمل حاجة جديدة او تيجي تعمل شغل جديد اعمله على لاير جديد، علشان لو حبيت تعدل فيه ببساطة. طيب هل هي دي كل حاجة عن اللاير؟ لا، اللايرز يطول شرحها ومش هنقولها في حلقة واحدة علشان ما نطولش على الناس. طيب ايه هي اكتر 3 حاجات بتأثر على اللايرز؟ عندي 3 حاجات. عندي الاوباسيتي، وعندي الفيل، وعندي البلندنج مود. ال3 دول ليهم تأثير مباشر على اللاير. يعني تعالى كده مثلا هنشوف الاوباسيتي. زي ما انت شايف انا بقدر اتحكم في الشفافية بتاعة اللاير بالزيادة او بالنقص، وكذلك الفيل. طيب ايه الحاجة اللي بعد كده اللي بتأثر على اللاير؟ زي ما قلنا البلندنج مود. البلندنج مود بتتقسم 6 عناصر اساسية او 6 مجموعات. ايه هي المجموعات؟ المجموعة النورمال زي ما انتم شايفين اللي هي بتخبي الطبقة اللي تحتها تماما، ما بتبينهاش، ودي فيها النورمال والديزولف. احنا طبعا كده هنشرح الحاجات دي كلها بعدين علشان بس ما نتشتتش، ولكن انا بوريك ان هي ليها تأثير مباشر على اللاير. عندنا كمان المجموعة بتاعت الداركن، عندنا اللايتن، عندنا الاوفرلاي، عندنا الديفرنس، عندنا الهيو. كل مجموعة ليها خصائص معينة.
طيب خلينا كده مع بعض. احنا زي ما قلنا عملنا اللاير اهو. اللاير هنا عندي مش مداري من الصورة اللي تحته الا بحجم الجزء اللي انا كاتب فيه داتا او اللي انا حاطط فيه داتا اللي انا عايزها تظهر. ولكن لو جيت انا عملت لاير جديد كده تاني، نيو لاير، ورحت عامل اللاير كله فل بنفس اللون، خدت بالك ايه اللي حصل؟ هو دارى كل الحاجة اللي تحته. يبقى بالتالي اللايرز عندنا بتشتغل من تحت لفوق. يعني ايه من تحت لفوق؟ يعني الطبقة اللي فوق هي الطبقة اللي بتبقى ظاهرة ليك، زي ما قلنا كده. لما بيكون عندك مجموعة ورق، انت ما بتشوفش غير الورقة اللي على الوش، اللي تحت انت مش شايفه. او لو الورقة اللي فوق ليها خصائص معينة في الشفافية، يعني انا مثلا لو جبت الورقة اللي فوق مكتوب عليها جملة والباقي شفاف، وبعدين اللي تحتها جملة والباقي شفاف، واللي تحتها جملة والباقي شفاف، فانا هبقى شايف من الورق ده بقدر اللي مكتوب على الورقة، واللي تحته باين زي ما هو. اما لو الورقة اللي فوق كلها بيضة او مكتوب عليها، انا مش هشوف اللي تحتها ايه. هو ده بالظبط الشغل بتاع اللايرز. فانت لو لاحظت في الحلقة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن الجنريتيف فيل، الفوتوشوب لما بيجي يعمل فيل جديد ما بيعملوش على نفس التصميم، او ما بيعملوش في الاصل بتاع الديزاين. طب ده ليه؟ هو بيعمله في لاير لوحده علشان ما يأثرش على التصميم، بحيث ان هو الديزاين اللي هو اداهولي جديد او الشكل اللي هو اداهولي جديد لو ما عجبنيش اقدر اشيله بسهولة، ما يأثرش على اصل التصميم. وبالتالي علشان اقدر اشيله، يا اما هرجع بكنترول زد، يا اما هبدأ ابوظ في التصميم نفسه. يبقى زي ما احنا قلنا الفوتوشوب بيشتغل باللايرز لان ده فيه ترتيب اكتر، فيه كمان سهولة في الحذف او الاضافة اكتر. تمام؟ مش عايز اطول عليكم في الموضوع اكتر من كده علشان بس الناس ما تتشتتش. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. ولو حابب تعرف اكتر عن الجنريتيف فيل او الفوتوشوب بالذكاء الاصطناعي، تقدر ترجع للحلقة اللي فاتت، هسيبها لك في الاي هنا او هنا، تقدر ترجع لها تشوفها وتعرف اكتر عن ايه هو الذكاء الاصطناعي. كنت معاكم احمد المسلمي وتك الزرار. دمتم بخير.